الهرم الأكبر اشمعنى؟ وزنه مرعب وبيقدر بحوالي 6 مليون طن. عادي يعني، ما هو ضخم وحجارة ضخمة. انت لو ركزت شوية ازاي بالوزن ده الأرض ما انهارتش تحت منه ولو جزئيا، لأن ببساطة مفيش أماكن كتير في الأرض تقدر تتحمل الضغط والوزن الرهيب ده. الهرم الأكبر حرفيا ما حصلوش أي هبوط ملحوظ، بالرغم إن الزلازل ضربت في المنطقة دي على مدار السنين. خليني أقولك إن حاليا أي مهندس معماري بيعمل حساب متغير الهبوط وهو بيخطط لأي مبنى. دراسات جيولوجية دقيقة جدا، وبالنسبة للمختصين عادي إن أي مبنى يتعرض لهبوط بيوصل ل 15 سنتي خلال 100 سنة. عارف حضرتك الهرم في خلال 5000 سنة تقريبا هبط قد إيه؟ أقل من 2 سنتي ونص. النتيجة مش بس صادمة، دي غريبة جدا ومستحيل تكون صدفة. الصدمة الأكبر بقى إنه علماء معاصرين صرحوا بإن ممكن تكون هضبة الجيزة دي هي الموقع الوحيد اللي يقدر يتحمل وزن الهرم الأكبر. من 5000 سنة مين يختار الموقع ده بدقة بالشكل ده؟ مين قام بتسوية الأرض بالشكل ده عشان يبنوا الهرم؟ الحقيقة إن أجدادنا تعبونا جدا بالعظمة بتاعهم.